اشترت طقم الأسد وعملت افتتاح كبير لمحل الذهب بتاعها وقالت كل ده من فلوس الفسيخ. كواليس افتتاح أم مكة لمحل الذهب بتاعها، يا ترى ايه اللي حصل؟ وايه حكاية طقم الأسد اللي مالي ايديها؟ وازاي ما كانتش قادرة تتحرك من الذهب اللي لابساه؟ ومفاجأة عن حقيقة انفصالها من جوزها. مفاجآت كتير هنعرفها في الفيديو ده. فتحت أكبر محل دهب وخلت المطربين يغنوا في الافتتاح واشترت طقم الأسد. كلامنا هنا عن افتتاح أم مكة لمحل جديد، بس المرة دي مش فرع جديد للفسيخ والرنجة والملوحة، المرة دي عدت كل التوقعات ووصلت لأكتر حاجة بتكسب فلوس. أم مكة من كام يوم فاجأت الكل بإنها بتوقع عقد جديد وإن بكده حققت كل أحلامها ومش عايزة حاجة تاني من الدنيا. وهنا ساعتها الكل توقع إنها فتحت فرع جديد للفسيخ، وفي اللي توقع إنها فتحت براند عبايات ولبس في مول، لكنها كل ده سكتت وما قالتش، وفضل الموضوع حواليه شوية غموض ومتابعينها بقى عندهم فضول يعرف، بس هي تجاهلت الموضوع خالص وما رضيتش تقول عنه. ومفيش كام يوم عدى وظهرت وهي في محل دهب وعملت افتتاح عظمه على عظمه، والزباين كانوا طوابير على المكان، وهي لبست اكتر من 10 كيلو دهب. لبست طقم الاسد اللي بفلوس كتير وبسعر خرافي ممكن يعدي نص مليون جنيه، وكان واكل نص ايديها لدرجه ان ايديها ما كانتش باينه خالص من الدهب. لبست كمان سلسله اكتر من 5 ادوار وقالت للمصورين والصحفيين صوروا. واحب اقول ان كل الدهب ده جه بعد تعب وشغل سنين وسنين في الفسيخ، وان وش السعد عليا وهو سبب رزقي. وظهرت كمان مع جوزها وهو بيلبسها شبكتها من اول وجديد، وعملوا فيديو كوميدي مع بعض بانهم بيرجعوا ذكريات الخطوبه والدبله. وهنا ساعتها المتابعين اتفاجئوا لان كان بقالهم فتره مش بيظهروا مع بعض، وساعتها توقعوا انهم انفصلوا، لكن بظهورهم مع بعض بينفي كل الكلام ده وانهم زي السمنه على العسل. ظهرت كمان من قلب محل الذهب وهي بتجيب هديه ذهب لمامتها، وانها سبب الرزق اللي هي فيه، وانها صاحبه مشروعها بتاع الفسيخ، وانها من غير مامتها ما تقدرش تعمل اي حاجه، ومن غير مساعدتها ما كانتش وصلت لكده، وانها فخوره بشغلها وبمحلها وبانه مصدر رزقها من الفسيخ، وان هو اللي وصلها للي هي فيه دلوقتي وسبب شهرتها. وانتشرت الفيديوهات خلال الساعات اللي فاتت وتصدروا الترند لدرجه ان الناس قالوا ان ام مكة فتحت محل الذهب وهي ظهرت في المحل، وده اكد كلام المتابعين. وفي اللي قال دي بتجيب شبكه بنت اخوها لانها طلعت في فيديو بتقول ان بنت اخوها جالها عريس، فممكن يكونوا بيجيبوا شبكتها وعلشان كده هي في محل ذهب. وفي اللي ما صدقش وقال المحل مش بتاعها وانها اكيد بتعمل اعلان لمحل ذهب مش اكتر. وفي اللي اكد انها فتحت محل ذهب لانها كانت بتمضي من كام يوم عقد، فممكن يكون عقد الشراكه. لكن شكله كده ده محل دهب شهير وعمل افتتاح كبير جاب فيه بلوجرز ومشاهير، وكان من بينهم الاعلاميه لميس سلامه وام مكه وبلوجرز كتير، ده غير مطربين المهرجانات اللي عملوا اجواء وخصومات على المصنعيه، وكان في طوابير على المحل عشان يتصوروا مع ام مكه والمشاهير ويشتروا العروض والخصومات. يا ترى تفتكروا ام مكه فتحت محل دهب فعلا ولا كانت بتعمل اعلان لمحل تاني؟ شاركونا في التعليقات.